مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تحدث وزير العدل عن ما حدث في مدينة وهران في الآونة الأخيرة لأول مرة، مؤكدا أن عدد المقدمين شكاويهم الرسمية هم مشتكي واحد فقط. وبالمناسبة معليش هي ماهوش مجالها، ولكن نقولها لازمنا نتوخاو شوية الأخبار المغرضة، ولا الأخبار بالك المغرضة كبيرة شوية، المعلومات الغير متأكد منها. معليش سمعوني برك، احنا النيابات الجمهورية عندهم المادة 11 لما تكون جريمة مرتكبة ولا إيقاف يخي يديروا لي كومونيكي دو بريس ونحطوا لي ديتاي. اليوم تكلمتوا على قضية وهران ووصفتوا وحش، الفو علي تو دوسمون. الشخص كل ما أقدر نمدو أنه شخص موقوف رهن التوقيف النظر محل تحقيق ابتدائي. كاين ضحية واحد جوسكا ماتنا وانا مسؤول على كلامي، كاين ضحية واحد مسموع، كاش 40 ضحية، ولاش نعطوا له لقب وحش؟ دونك ماذا بيا يعني لا أعلق على لأنه كل ندخل في الكلوار تاع شكون يهدر. أنا بطبعي نتكلم قانون، هذا ما يتبع. ما تمدش معلومة مش غلطة تروجها في نص المجتمع، لا تشكل جريمة. دونك كل ما أقوله لا، فيه ضحية واحد والتحقيق متواصل، يعني نقطة وسطر. وهذه الأخبار راهي ما تخلاص. وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب.